السلام عليكم. صباح الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ بقالي كتير ما عملتش. هبدأ من الهبدات دي وكاتب حاجات كتير قوي في النوت، عايز اقولها بس ما بيجيش فرصة او ما بلاقيش وقت او مزاج. فيعني المرة دي حاول اقول دقيقة كده بسرعة، هبدأ عابرها كده. في مصطلح في الشغل وفي البرمجة، في التصميم، في اي حاجة، وحتى في الشغل العادي اسمه بيسموه الناس الاجانب يعني بيسموه الاوفر دوينج او الاوفر انجينيرنج، ان انت تعلي على الحاجه بزياده، تفضل تشتغل على الحاجه زياده زياده زياده. فانا بحب اسميه الصراحه الحزق على الشغل او الحزق على الحاجه. الحزق ده بيبقى عاده ما فيهوش رؤيه، يعني بيكون اللي بيعمل شغل شايف ان هو بالكونسبت بتاع الجيم كده، اللي هو عاش يا وحش في اشد من كده، اللي هو مفيش فيجن احنا رايحين فين اصلا وايه اللي هيخلي الشغل ده احسن، بس في احسن اكيد، فيفضل يلف الشغل يلف الشغل يلف الشغل عشان نوصل للاحسن ده اللي محدش عارفه. فالحزق ده او الاوفر دوينج ده في الحقيقه من وجهه نظري زي ما قلت لك انا بهبد، بس مش كلام علمي، ممكن حاجات منها سمعتها، حاجات من قراءات او حاجات شفتها، بس يعني هو معظمه هبد يعني شخصي. مش بيخلي الشغل احسن عاده، بل بالعكس بيفقد الناس الاحساس بالانتماء وان الشغل ده بتاعهم، بيزهقوا فبيطلعوه من غير نفس. يعني الكلام ده لما يكون معاك تيم شغال معاه، فانت عارف قدراته وواثق فيه المفروض يعني، فعارف ان هو هيطلع ايه. لو انت عارف قدراته واصله لفين وهتعلي عليه توصله لفين، فانت عارف انت بتعمل ايه برضه. انما مش عارف انت عايز توصل لايه، سواء انت مدير او انت مسؤول او سوبرفايزر او عميل، فعايز تلف 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 عشان توصل لحاجه انت مش عارفها، فغالبا ده مش بيخلي الشغل احلى ولا بيخلي الناس مرتاحين وهم شغالين عشان يطلعوا احسن ما عندهم. اللي هو الحزق ده في مثالين مهمين الحقيقه في الموضوع ده، يعني احنا يعني مؤمنين في العالم العربي وفي مصر اعتقد جدا يعني بالمبدأ ده، ان ده هيخلي الحاجه احسن، مش عارفين ازاي من غير ما يكون في رؤيه. في مثال بتاع الاغنيه اللي هي بتاعت فيلم فروزن الاول، اللي هو بتاعت ليت ات جو، كان شوفوا الميكنج بتاعها، هحاول اجيب لكم في الكومنتس تحت. كان اللي عمله واحد ومراته، وتقريبا واحد كان بيكمبوز، واحد بيكتب في ليله، والدنيا مشيت سلسه عشان هم كانوا عارفين هم عايزين ايه، والدنيا طلعت حلوه، ما عدلوش عليه تاني، كانوا بيتكلموا على طريقه عمل الحاجه دي. فساعات في حاجات بتطلع اصليه من اول مره، مش محتاجه حزق عشان تطلع احلى، يعني مش هتطلع احلى. طبعا في حاجات بتبقى محتاجه فعلا شغل، بس انا بتكلم على الكونسبت بتاع اللي هو ما احناش عارفين احنا عايزين نروح فين، فتعالوا نعمل حاجات اكتر يمكن نوصل لحته احسن. ده مبدأ مش صح عادة يعني، خصوصا في الكريتيف فيلد، والله اعلم يعني. من الحاجات الحلوه اللي سمعتها في الموضوع ده، ابو ريده اللي هو بيعمل البريف في الرغيف، هو مش بيهبط زيي، هو بيتكلم على من كتب، وكان عامل كلام على ان لما حد يبقى عايز يحط التاتش بتاعه في حاجه هي اصلا حلوه، بس عايز يحط التاتش بتاعه، ده بيفقد الشخص اللي بيشتغل الاونر شيب او الاحساس بالانتماء للحاجه دي، او هو ان الحاجه دي بتاعته. فلو ما عندكش تاتش تضيفه، فيستحسن ما تضيفش حاجه. انا عارف ان كلنا بنعمل كده احيانا، وعارف الناس اللي بتسمع الفيديو ده فيهم كتير هيقولوا انت بتعمل كده، بس يعني انا بهبط زي ما قلت لكم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.